مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نجاح مكافحة الجراد في المنخفضات الشرقية. اختتام فعاليات تعلم وتعليم مادة الرياضيات. الزراعة الأسرية المسقرة تشهد تقدما في إقليم عنسبة. ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران وخيبة أمل في إسرائيل. الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء. بركان كانلاون يثور مجددا ويقذف رمادا بارتفاع 4000 متر. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. تم التمكن من احتواء الجراد الصحراوي دون تسبب في إضرار المحاصيل والمراعي بفضل الاستعدادات الكافية المسبقة في المنخفضات الشرقية، حسب ما شرح في اجتماع تقييمي عقد في مصوعة اليوم 8 من أبريل. أوضحت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في كلمتها الافتتاحية أن إدارة الإقليم تتابع وتدعم بشكل جدي الحملة السنوية لوزارة الزراعة لمكافحة غزو الجراد الصحراوي. وجاء في التقرير الذي قدم بأن تفشي الجراد الصحراوي لم يسبب أي أضرار تذكر، حيث نظمت الدوريات التي أجريت في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر من عام 2024 على فترتين. كما تمت السيطرة الفعالة من خلال إنشاء 3 نقاط تفتيش في إمهاميمي وقادم حليب وشعب، ونقاط تفتيش مؤقتة في إمبيرمي، وحيث تم اكتشاف الجراد أثناء الدوريات في نوفمبر عام 2024 بسبب توزيع الأمطار الجيد في مديريات قرورة وأفعبت وشعب ومصوع وفرو، وتم اتخاذ خطوات لازمة للسيطرة عليه. تم رش أكثر من 3400 لتر من المبيدات الحشرية على مساحة 20,000 هكتار في الوديان الشرقية من إمهاميمي وصولا إلى فرو. وتم تقييم أن حملة مكافحة الجراد كانت أفضل من الأعوام السابقة بسبب قلة الأمطار هذا العام وعدم وجود انتقال للجراد من دول الجوهر. واقترح المشاركون في الختام إعداد معدات كافية وموثوقة مسبقا، وإنشاء محطة لإصلاح المبيدات، وتنظيم تدريبات على السلامة البيئية والبشرية، وإدخال تكنولوجيا مكافحة الجراد الرقمية الحديثة وتقديم التوصيات. وفي كلمته الختامية أوضح وزير الزراعة السيد رافين برهي أن النجاح في مكافحة الجراد هو نتيجة تكامل جهود جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشكل عام، ووزارة الزراعة مع الإدارات والشعب وقوات الدفاع وخاصة المؤسسات الحكومية المعنية. اختتم اليوم 8 من أبريل فعاليات تعليم وتعلم مادة الرياضيات التي افتتحت بعنوان تنمية الرغبة في تعلم مادة الرياضيات في 5 من الشهر الجاري في ساحة المعارض بالإكسبو. وأفاد أحد منسقو الفعاليات الأستاذ يوناتان جرماي أن الفعالية فريدة من نوعها على مستوى الوطن، وشارك فيها 280 طالبا و40 مشرفا ممثلين ل20 مدرسة من مدارس الإقليم الأوسط ليعرضوا خلفية مادة الرياضيات وتاريخها وأنشطة نادي الرياضيات في المدارس ومعمل الرياضيات وتقنياتها، بالإضافة إلى مواد أخرى ذات صلة وعملية تعليم وتعلم مادة الرياضيات. وتشير الأنباء الواردة إلى زيارة ومشاركة أكثر من 10,000 طالب للفعاليات. وأضاف المشاركون أن المعارض قدمت بطريقة تصحح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمادة الرياضيات وتعلمها، موصين أن تنظم فعاليات مماثلة واسعة النطاق نظرا إلى أهميتها الماسة والضرورية. نظمت الفعاليات لعرض مسيرة تحسين أداء الطلاب الأكاديمي في مادة الرياضيات التي شملت إدخال أساليب تعليم حديثة وتنظيم المحاضرات والدورات التدريبية. أفاد فرع وزارة الزراعة بإقليم عنسبة أن الزراعة الأسرية المسقرة تشهد تقدما بفضل الأنشطة التي تقوم بها وزارة الزراعة بهدف رفع درجة وعي المزارعين. وصرح مسؤول وحدة إنتاج اللحوم والألبان في الفرع السيد سجزآب مبايل وكالة إرينا أن عدد المزارعين الذين ينشطون في الزراعة الأسرية المسقرة وصل إلى 640 مزارعا، ليتوسع إلى 8 مديريات بالإقليم، نظرا إلى الأنشطة التي بدأت في عام 2016 ب50 مزارعا في مديريتي هبرو وحمل مالو. وأوضح أن الهدف الأساسي من البرنامج هو ضمان الاكتفاء الغذائي على مستوى الأسر، حيث تقدم وزارة الزراعة بقرة واحدة و12 من الماشية و25 من الفراخ وخليتي نحل حديثة و5 شتلات من الفاكهة، بالإضافة إلى الخضروات المختلفة للأسر التي تمتلك ربع هكتار فما فوق من الأرض الزراعية.
وأضاف السيد أجزآب أن الأسر تستفيد من 20% من الإنتاج في معيشتها، وتستفيد ماديا بالمتبقي، حيث تسهم في توفر المنتجات الزراعية بأسعار منخفضة للأسواق المجاورة، مشيرا إلى أن 16 مزارعا تمكنوا من الانتقال إلى مستوى الإنتاج الزراعي المتوسط. وأشاد المزارعون بدورهم بالدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة، مؤكدين أن معيشتهم تحسنت بفضل الفرص التي أتيحت لهم. أفاد خبراء التشجير بأن حملة التشجير التي جرت في السنوات الثلاث الماضية في مدارس مدينة صنعفي حققت نتائج مرضية. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية صنعفي السيد يوهانس زكرياس أن الأندية الخضراء المقامة في المدارس اهتمت برعاية الأشجار المغروسة ونموها، وقال أن الوعي أساس مكافحة القطع الجائر للأشجار، ولترسيخ ذلك تبذل الجهود في المدارس بدءا من المرحلة الابتدائية. وذكر خبير التشجير السيد كبرام جابري يوهانس أن وجود أسوار واهتمام المعلمين والطلاب في مدارس مدينة صنعفي ساعد في نمو 80% من الأشجار المغروسة. وذكر الطلاب والمعلمون بأن الأشجار إلى جانب مساهمتها في الجمال والإخضرار لها فوائد اقتصادية كبيرة. قام أعضاء شرطة إقليم القاشبركة بزيارة المواقع التاريخية في مديرية شامبوكو يوم 4 أبريل، وتفقدوا برامج التنمية التي يقوم بها منتسبو قوات الدفاع. وقال قائد شرطة إقليم القاشبركة المقدم هيلي ميكيل تسفى جابر لوكالة إيرينا أن الزيارة تأتي في إطار زيارات عمال المؤسسات الحكومية إلى الأماكن التاريخية والتنموية للتعرف على ثروات وطنهم ومشاهدة برامج التنمية الجارية بتعاون الشعب والجيش. وذكر الزوار بأن الزيارة ساعدت للتعرف على التاريخ وكذا المواقع التاريخية. من جهة أخرى، نظم في مدينة بارونتو في الفترة من 4 وحتى 6 أبريل أسبوع الطلاب الثقافي الرياضي تحت شعار الطالب المميز نتاج كفاءة المعلم وولي الأمر. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ داويد كلالا كلو أن الأسبوع الثقافي الرياضي شارك فيه حوالي 600 طالب و120 معلما بمناشط تعليمية ورياضية وثقافية وفنية وقرية التعليم والابتكار والتصنيع والأدب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة عن إجراء محادثات أمريكية مباشرة مع إيران، وفي حين أكدت طهران أن المحادثات ستكون غير مباشرة. وعبرت مصادر إسرائيلية عن خيبة أمل من الإعلان المفاجئ لترامب. وأثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب أن اجتماعا مهما سيعقد يوم السبت المقبل على أعلى مستوى، مضيفا أن نجاح هذه المفاوضات سيكون إيجابيا لإيران، وإلا فستكون في خطر كبير. وقال ترامب: إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا، وإذا لم تنجح المحادثات أعتقد أنه سيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران. وأكد أنه لا واشنطن ولا إسرائيل ترغب في المشاركة في أي صدام ما دام تجنبه ممكنا. وبعد ساعات أكدت طهران أن المحادثات ستجرى في سلطنة عمان، مشددة على أنها غير مباشرة. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستجتمعان لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى، مضيفا أنها فرصة بقدر ما هي اختبار. أفاد التلفزيون الجزائري بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المتجهة إلى مالي بسبب الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الجزائري في أحدث تطور الأزمة بين الجزائر وباماكو. وأعربت الجزائر عن امتعاضها من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائها، وقررت الرد بإجراءات مماثلة بعد اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في شمال الأراضي المالية قرب حدود البلدين. واعتبرت الجزائر اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي ادعاءات باطلة، بعدما أكدت أن الطائرة التي تم إسقاطها في نهاية مارس الماضي لم تتجاوز الحدود المالية. وأكدت الجزائر أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري. وبناء على ذلك أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ثار بركان جبل كانلاون أحد أخطر البراكين النشطة في الفلبين قاذفا أعمدة من الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع 4000 متر إلى السماء، وأثار ثوران البركان مخاوف صحية في المجتمعات المحيطة به، حيث غطى الرماد البركاني القرى المجاورة، ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. ووضعت سلطات البركان عند مستوى التحذير الثالث من أصل 5 مستويات، مما يشير إلى استمرار النشاط البركاني والمخاطر المحتملة. ويقع البركان البالغ ارتفاعه 2435 مترا في جزيرة نيقروس الوسطى، وهو واحد من 24 بركانا نشطا في الأرخبيل. في الخبر الأخير، التحمت مركبة الفضاء الروسية سيوز MS-27 التي تحمل رائدي فضاء روسيين وآخر أمريكي بمحطة الفضاء الدولية وفقا لإفادات وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. وتقول الوكالة بأن المركبة تحمل رائدي الفضاء الروسيين سيرجي ريجيكوف وإليكسي زوبوريتسكي والأمريكي جوناثان كيم الذي يعمل لدى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. وكانت مركبة الفضاء الروسية انطلقت من قاعدة بايكونر الفضائية في كازاخستان، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطاقم من المحطة 245 يوما. وخلال الرحلة سيقوم رائدا الفضاء الروسيين بإجراء عمليتي السير في الفضاء، وما لا يقل عن 42 تجربة علمية على متن محطة الفضاء الدولية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نجاح مكافحة الجراد في المنخفضات الشرقية. اختتام فعاليات تعليم وتعلم مادة الرياضيات. الزراعة الأسرية المصقرة تشهد تقدما في إقليم عسوة. ترامب يعلن عن محادثات مباشرة مع إيران وخيبة أمل في إسرائيل. الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء. وبركان كانلاون يثور مجددا ويقذف رمادا بارتفاع 4000 متر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.